والثقافة والتواصل قطاع الشباب لجهة درعا فيلالت. الملتقى الذي نحن بصدده هم الولوج إلى التمكين السوسيو اقتصادي للشباب والمرأة. خلال يومين سيعرف هذا الملتقى افتتاح معرض نسائي وكذلك إبداعات للشباب. سيعرف كذلك في اليوم الثاني لقاء مفتوح مع مجموعة من القطاعات الحكومية، على رأسها قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المديرية الإقليمية للتشغيل والكفاءات أنابيك، المديرية الجهوية للاستثمار، وكذلك الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان بجهة درعا فيلالت. الأهم والمهم في هذه العملية هو تبسيط مساطر الولوج إلى خلق تعاونيات ومقاولة ذاتية تهم النساء خريجات مراكز التربية والتكوين التابعة لقطاع الشباب بجهة درعا فيلالت، ويقدر عددهم لهذه السنة ب 300 خريجة حاملة لدبلوم. الملتقى يجيب على سؤال محوري مهم، وهو ما وراء التكوين. ما وراء التكوين هو لقاء المحور الذي ستعرفه هذه المحطة من خلال مساءلات وطرح مجموعة من التساؤلات وكذلك الأمور التي تهم التسويق وتهم كذلك التمويل وتهم كذلك الجانب الإداري الذي يهم الفتاة الباحثة عن ذاتها في المجال المادي في مجال التشغيل. شكرا جزيلا. للشؤون النسوية بالمديرية الجهوية درعا فيلالت. اليوم الحمد لله احنا جد سعداء بهذا الملتقى الأول للمرأة والشباب اللي كتحتضنوا مدينة الرشيدية بمشاركة الأقاليم ورزازات، تنغير، زاكورة، ميدالت، اللي هو تتويج لمجهود ديال سنة ديال العطاء والتضحية والمجهودات الجبارة لرائدات الأندية النسوية وكذلك رواد دور الشباب. وبهذه المناسبة كنشكر جميع الشركاء اللي ساهموا معنا في هذا الملتقى. هذا مركز الاستثمار، لانابيك، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لونزوا، وكذلك مجموعة ديال الإخوان اللي كانت عندهم نماذج حية في مشاريع وتعاونيات اللي حققوا بها مجموعة ديال المبتغيات الذاتية والعامة. وبهذه المناسبة كذلك كنشكر جميع المنابر الإعلامية اللي ساهمت معنا في إنجاح هذا الملتقى، وحنا جد سعداء بشباب المنطقة اللي كيدخلوا بهذه الطاقات اللي الحمد لله كتستغل في الأنشطة ديالنا باش ننميو المنطقة ديالنا ونعرفوا بالمنتوجات والمجهودات ديال المنطقة على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني وكذلك الدولي. وكنشكر جميع الرائدات والرواد اللي شاركوا في هذا الملتقى اللي كان الشعار ديالو التمكين السوسيو اقتصادي للمرأة والشباب رهان وآفاق. وكذلك ما ننساش نشكر السيد المدير الجهوي على المساعدة والمبادرة الطيبة ديالو اللي كيساهم معنا كمؤسسات للأندية النسوية وكذلك لدور الشباب ومراكز السوسيو تربوية ومركز الاستقبال وكذلك مراكز التخييم. وأنا جد سعيدة بنجاح هذا الملتقى وحضور الممثلين عن السلطة وحضور الكاتب العام اللي شرفنا بالحضور ديالو. وحنا جد سعداء بهذه المبادرة الطيبة وجميع الحمد لله كانت حاضرة بقوة، سواء المؤسسات الأندية النسوية ولا دور الشباب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.